حادثة قطر مطروح من الحوادث اللي احنا يعني خلاص احنا اتعودنا على موضوع الحوادث ده، حوادث طريق، ميكروباص، تريلا، مش عارفه ايه اتقلب، ايه اتعمل، قطر مش عارفه حصل فيه ايه، الناس ماتت. النهارده شكل الكلام هيبقى مختلف شويه، وزي ما انتم متعودين مني ان احنا دايما بنحاول نبحث في الادله ونستخدم النظم الاداريه العالميه والمحليه في معرفه ايه اللي بيحصل وليه بيحصل وايه المشكله وتتحل ازاي. عمرنا ما بنتكلم عن المشكله بس. طيب، قطر من مرسى مطروح رايح اسكندريه اتقلب منه 7 عربيات من بعد العربيه رقم 4، وكان في 95 مصاب. يقال ان العدد دلوقتي من المصابين وصل ل 15، بقيه الناس كان اصاباتهم خفيفه حسب تصريح وزير النقل في برنامج الحكايه مع عمرو اديب. ويقال ان في مجموعه حوالي 12 واحد حالتهم حرجه، وفي 3 توفاهم الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل ربنا ان ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم. وهنا اول حاجه انا عندي شقين في الفيديو. اول حاجه الشق الاعلامي، هنتكلم عن الشق الاعلامي، التناول الاعلامي للموضوع، وهنتكلم في الشق الثاني عن المسؤولين وطريقه الاداره اللي من الواضح ان هي فيها خلل ولازم نحط ايدينا على الخلل ده. هنتكلم النهارده عن شخصين مهمين انا شفت لهم يعني لقاء او اتكلموا في الموضوع. اول حاجه وهو في شخص صانع محتوى اسمه احمد صبري، والشخص الثاني هو احمد موسى. احمد صبري من صناع المحتوى اللي شايفين نفسهم ان هم بيعملوا محتوى وطني، ان هم يعني محتواهم وطني، ان هم بيحبوا مصر اكتر من الناس كلها. احمد صبري مشكلته الرئيسيه ان هو يعني عنده سرعه من غير ما يتحرى اي حاجه. طلع في حريق رمسيس قال والله اصل في مخابرات اجنبيه واعمال تخريبيه واصل الخطه الامريكيه كده، والموضوع اصلا طلع بلح، طلع موضوع تاني خالص واتكلمنا عنه. طيب، دخلنا في الشق التاني. النهارده اول حاجه احمد صبري حصل حادثه ومش عارفه ايه وبتاع، فيديو كامل على التيك توك اصل حصل هبوط ارضي. طلعت تقارير بتقول ان السبب المبدئي للي حصل ده هو هبوط ارضي، والهبوط ده حصل بشكل مفاجئ. احمد صبري ما تفتيش، الله يبارك لك، استنى الدنيا تبان كده وتطلع علشان تاخد مكان ومكان مش صحيح. فاحنا نرد على احمد صبري، الموضوع ما كانش فيه اي هبوط ارضي. حتى كامل الوزير ذات نفسه طلع صرح قال لك لا في هبوط ارضي ولا في لودر خبط العربيه الجرار ولا اي حاجه ولا في اي نوع من الحوادث. انا باكد لحضرتك رد قاطع، لا فيه هبوط في السكه ولا فيه لودر. في حاجه غريبه حصلت، في خلل ما في الاربع عربيات دول او السبع عربيات دول، هو ده اللي ادى الى انقلاب القطر. ولغايه دلوقتي التحقيقات شغاله والنيابه شغاله وعايزين يعرفوا ايه الملابسات الحادث. فما فيش حاجه اسمها هبوط ارضي. ليه بقى يا احمد صبري ما فيش حاجه اسمها هبوط ارضي؟ لان قبل ما نفكر نتكلم في اي حاجه لازم نروح نشوف السكك الحديديه دي بتتعمل ازاي. السكك الحديديه دي يا احمد صبري ما بتتعملش على وش الارض. بتتعمل ازاي؟ بتتعمل بكيرف مايل بصناعه تربه معينه، بتحط بعد كده عليها قضبان القطر علشان تتحمل الذبذبات والصدمات، وده الجرافل والحصى اللي انت بتشوفه. خلي بالك منطقه مطروح الضبعه مش منطقه معتاد عليها الهبوطات الارضيه، لان دي منطقه صحراويه، فالدنسيتي او كثافه التربه فيها مفيش ميه، تربه مش رخوه، تربه صلبه جدا. بلاش السرعه في الموضوع ده. انت طبعا يعني انا عارف انت بتحب مصر، لكن مش معنى ان انت بتحب مصر ان انت تطلع تقول اي كلام، تمام؟ فبالراحه يا احمد كده شويه وهدي نفسك. خش على الشق الثاني وهو احمد موسى. احمد موسى طبعا بعد ما تناول الحادث بشكل اعلامي طلع بعد كده في فيديو كده 3 دقائق لسه شايفه دلوقتي على قناه صدى البلد على قناه اليوتيوب، وهو بادئ يدافع عن وزير النقل كامل الوزير، لان الناس هجمت على كامل الوزير بسبب الحادثه ديت. هنتكلم عن موضوع كامل الوزير ده في الخطوه اللي جايه. وامسكوا الفريق كامل وزير. فريق كامل على فكره مش محتاج لا انا ادافع عنه ولا حد، شغله اللي يدافع عنه. بالمناسبه شغله. يا استاذ احمد، حضرتك اعلامي، الاعلامي مهمته ينقل الخبر، ما يقولش رايه في الخبر، تمام؟ فكره ان انت قاعد بتدافع عن شخص ما الناس شايفينه ان هو مقصر، وايا كان منصبه، مسؤول، وزير، اي حاجه، لازم حضرتك تدرك تماما ان الدفاع لازم يكون في مكانه. حضرتك بقى مش منصب ان انت تدافع عن الناس، حضرتك منصب اعلامي. الاعلام الاحترافي يا استاذ احمد بيقول الخبر ثم بيعرض وجهات النظر الاخرى، يستضيف خبير في السكه الحديد، يستضيف خبير هندسي، يستضيف كذا، وكل واحد يقعد يتكلم ويقول رايه. فحضرتك ليس عليك الا نقل الخبر والتصريحات، مش مهمتك ان انت تقعد تدافع عن الناس باستماته، لان الموضوع بقى سخيف جدا بصراحه. مع العلم ان فيديوهات ما عليهاش مشاهدات، انا نزلت اتفرجت على الكومنتات بتاعه احمد موسى لما بيتكلم عن موضوع كامل الوزير. عنوان الفيديو احمد موسى ينفعل بسبب حادث القطار، عايزين ينهشوا الفريق كامل الوزير وفي لجان وتصفيه حسابات. ولا في لجان ولا تصفيه حسابات، والموضوع ملوش علاقه بالكلام ده. ولو نزلت قريت التعليقات هتلاقي التعليقات كلها بتقول كده. احنا شايفين كميه حوادث كبيره كلها ليها علاقه بوزاره النقل، وهنيجي نتكلم في الشق الثاني وهو شق المسؤوليه. انا سمعت تصريح فريق كامل الوزير مع عمرو اديب، دخل واتكلم معاه
وصف الحادثه، قال فعلا لا كان فيه لودر ولا كان فيه هبوط ارضي ولا اي حاجه، كل الكلام ده عاري كاذب، لكن في خلل ما ده في ايه؟ خلل ما في العربيات وفي البوجي او المنطقه اللي فيها الاربع عربيات اللي بيبقوا شايلين عربيه القطر ده جديد، في 4 عجلات قدام و4 عجلات ورا، دول اللي شايلين القطر. لو واحده فيهم اتخلعت او اتكسرت فالقطر بيتقلب، وبما ان هو كونكتد في شويه عربيات تانية فالباقيين بيتقلبوا معاه. مش كل القطر بيتقلب، ممكن مجموعه من العربيات تتقلب اللي في النص، او ممكن في الديل، او ممكن قدام، لكن الجرار سليم والعربيه اللي قبلها سليم المولد، والعربيات دي بس هي اللي اتقلبت. فبالتالي تحقيقات النيابه، الرقابه الاداريه، الشرطه، كل دول وصلوا لموقع الحادث معاهم وزير النقل علشان يحققوا في القصه دي. لكن مشكلتي بقى مش قصه ان وزير النقل بيحقق علشان يشوف مين المسؤول، لان استاذ احمد صبري طلع قال لك عايزين نشوف المقاول اللي عمل البتاع. انا عارف ان القطارات او الطرق بيكون في مقاولين، بيكون في شركات بتشتغل بياخدوا كل منطقه وبيشتغلوا عليها. احمد يا صبري، مفيش حاجه اسمها مقاول يا حبيبي، ده خط سكه حديد، المشرف عليه هي هيئه سكك حديد مصر. لو فرضنا يعني ان في مقاول هو اللي عمل خط السكه الحديد، لازم هيئه السكه الحديد هي اللي تستلمه. يجي بني ادم انسان من هيئه السكه الحديد، استشاري، شركه استشاريه عظمى، تستلم. طريق المنوفيه طريق بيتعمل، حتى لو بيعملوا مقاول بيجي حد من الوزاره، حد مسؤول هو اللي بيستلم، ده اسمه الاستشاري. فحضرتك اللي بتقوله ده يعني انت بتلبس ناس في الحيط وانت مش واخد بالك. طيب مين المشرف على الصيانه والكلام ده؟ السكه الحديد. طب السكه الحديد قالت ايه؟ قالت لك لا والله الارض سليمه، القضبان سليمه، كل حاجه سليمه. ايه المشكله فين؟ المشكله في عربات القطر ذات نفسه. وهنا بقى نتكلم في الشق الاداري علشان نعرف مين المسؤول. الشق الاداري بقى بيقول ايه؟ بيقول والله ان في حاجه حصلت في القطر عايزين نعرف سببها ممكن يكون سبب صيانه، ممكن يكون بسبب كواليتي اشورنس او كواليتي كنترول، مراقبه جوده، او تبعيه لان حد بيتشيك القطر قبل ما يتحرك، او ان احنا هنفرغ الكابينه ونشوف سواء القطر ده تجاوز السرعه، عمل حاجه غلط، فرمل غلط. كل دي اسباب ممكن تؤدي الى ذلك. لكن خلينا نتكلم في موضوع التقصير والشق التقصيري بقى اللي احنا بنتكلم فيه. وهنتكلم عن حاجه جديده النهارده يا جماعه اسمها الاس بي ايز، او في بعض الشركات بيسموها الكي بي ايز. يعني ايه بقى الكي بي ايز يا كريم؟ كي بي ايز يعني كي بيرفورمانس انديكيتور، او مؤشر الاداء. مؤشر الاداء ده ساعات بنشيل حرف الكي ونحط مكانه حرف الاس، وبنسميها سيفتي بيرفورمانس انديكيتور. يعني ايه؟ يعني معدلات الاداء للسلامه، وده اللي بنقيس بيه اداء السلامه في اي قطاع او اي هيئه او اي دوله او اي حاجه. بنقول ايه؟ بنقول والله يا جماعه احنا عندنا كميه الحوادث قد ايه، وكميه الحوادث اللي ناتجه عن الاهمال قد ايه، واللي ناتجه عن التقصير قد ايه، والحوادث الجديده النوعيه قد ايه، والحوادث اللي بتطلع من اخطاء الصناعه قد ايه. لما نيجي نقيس الاس بي ايز دي على حوادث وزاره النقل هنلاقي رقم كبير جدا. يعني كميه الناس اللي بتتوفى على حوادث الطرق او حادث القطر ده اللي مات فيه 3، والناس بتعتبر 3 ده رقم صغير. يعني عايز اقول لك في بلاد بتتقلب الدنيا على بني ادم واحد، ضفر بني ادم عادي واحد. ال3 دول خلي بالك ليهم اسر، والاسر دول ممكن يكونوا ال3 اللي ماتوا دول احنا ما نعرفهمش، ممكن يكون رب اسره، ممكن يكون يعني في حد اتيتم اترمل، مصيبه سودة. فنتعامل مع الارقام ان هي مجرد ارقام، لكن ما وراء الارقام هم بني ادمين. فمؤشرات الاداء ومؤشرات السلامه لوزاره النقل فيها عجز كبير جدا. ناس بتقول احنا نشيل الوزير ده لو كان موجود في اي دوله المفروض ان هو يقدم استقالته، لكن كامل الوزير عنده راي مختلف. هو شايف ان دايما في حد هو المخطئ، هو ده مش خطأ. تعالوا ناخد بقى التسلسل الاداري. القطر ده لو هنفترض، احنا لسه ما نعرفش النتيجه النهائيه، لكن احنا بنفترض لو القطر ده في خلل ما في الصيانه، فبالتالي في مهندس مختص بالصيانه. مهندس الصيانه ده بيكتب على شيت، انا بشتغل في قطاع الطيران وعارف، بيكتب على شيت يقول والله انا عملنا صيانه للقطر. الصيانه دي مش بمزاجه، الصيانه دي تشيك لسته من الحاجات المفروض يعملها ويتاكد منها، يبقى القطر كده جاهز وسليم. عمل التشيك ليست بتاعته تمام سليمه. ايه اللي يخلينا نتاكد بقى ان الراجل ده ما جاش قام عامل ايه؟ صح 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 صح. يجي هنا دور ايه؟ الكواليتي كنترول، وهم مين؟ وهم المفتشين. بعد ما الراجل ده عمل صيانه للحاجه بيجي حد مفتش وراه يقول له تعالى بقى هات التشيك ليست اللي انت عملتها، ويمشي يشوف الحاجه دي. يعني لو هما الاثنين قفلوا كده وبتاع، ده معناهم ان هما الاثنين متواطئين في جريمه. ونيجي بقى للمستوى اللي اعلى منهم. مين المستوى الاعلى منهم؟ المسؤول عن الصيانه بالكامل. هل الراجل ده بيتابع الانتجريتي ونزاهه عمليه التفتيش ولا ما بيتابعش؟ طب الراجل ده ما بيتابعش، نخش على اللي بعده. رئيس هيئه سكك حديد مصر عامل سيستم ونظام، وكل شويه بيعمل تفتيشات وبيعمل اوديت او بيعمل مراجعات على الانظمه دي وعلى المحطات علشان يتاكد ان هم عندهم صلاحيه فنيه جيده.
ولا ما بيعملش؟ طيب لو الراجل ده كمان ما بيعملش او ما بيعملهاش بالكفاءه دي، نوصل لفين؟ نوصل لوزير النقل بقى. الفكره في ايه يا جماعه؟ الفكره في ان السيفتي بيرفورمانس انديكيتورز دي لما بتعلى قوي لازم ننزلها، يعني لازم نعمل لها كنترول. فما ينفعش ان انا يبقى عندي حوادث طرق كل شويه، ناس بتموت كل شويه، وكل ما في الموضوع ان انا بقول ان انا هجيب المقصر واحاسبه. المقصر ليس شخصا. تاني يا جماعه، تشخيص الموضوع المقصرين ليس شخصا، المقصر هو سيستم، هو نظام، وكل من هو على راس السيستم لازم يكون عارف ان هو يصيبه قدر من الخطأ. فلما حد يطلع يقول ان وزير النقل مسؤول، وزير النقل مسؤول، وزير النقل لازم يعترف بمسؤوليته، لان وزير النقل هو اللي على رأس منظومة النقل، فبالتالي لازم يتحمل جزء من المسؤولية، مش عشان اجيب واحد عاقبه. وده اللي الناس زعلانين منه. الموضوع ده يا جماعه ملوش علاقه بالوطنيه تماما. ناس وطنيه كتير، وناس بتحب مصر كتير، وناس كتير نفسها البلد تبقى كويسه، وناس كتير بتشجع الحكومه وبتشجع الدوله وبتشجع الرئيس. لكن لما بنشوف حاجه غلط فجه للدرجه دي لازم نقف ونحط ايدينا على الاسباب الرئيسيه. ما ينفعش كل واحد يدفن راسه في الطين. دي النقطه الاولانيه. التناول الاعلامي يا جماعه ما ينفعش يبقى ماشي بشكل اللي هو بصوا يا جماعه مش مشكلتنا دي، مش مشكلتنا، ده موضوع تاني مش مشكلتنا. لا، هي مشكلة الجميع، لأن الناس اللي فقدت حياتها، الناس المصابين، كمية الدمج والآثار اللي هيعانوا منها مستقبلا حتى لو صرفت لهم تعويضات، آثار كبيرة جدا. الأعداد اللي بتموت يا جماعة احنا مش في حرب، يعني كمية الناس اللي بتموت في حوادث الطرق وحوادث النقل كبيرة جدا. لو انت في حرب مش هيموت منك العدد ده كله، يعني لو كل يوم بيحصل مصيبة مش هيموت. كان انت حولت ان رحلة القطر بيتصاب فيها وبيموت فيها عدد ناس زيهم بالظبط زي الحادث الارهابي. نيجي بقى للنقطة الأخيرة وبعدها تاني يا جماعة، عندنا قصور إعلامي كبير جدا. الإعلام لازم ياخد شكل مختلف. الإعلام دوره إن هو يجيب الرأي والرأي الآخر، يعرض الحدث زي ما هو، يقول المعلومات اللي هو توصل ليها، ويجيب الرأي ويجيب الرأي الآخر. علشان كده قنوات اليوتيوب والإعلاميين والناس اللي انتوا بتقولوا عليهم لجان وتصفية حسابات والكلام ده كله متفوقين إعلاميا عن اللي موجودين. لازم الواجهة الإعلامية اللي بتطلع تتكلم يكون حد مدرك لكلامه، لازم الحد اللي بيطلع يتكلم يكون منمق في كلامه، لازم يكون دارس الكلام ده كويس، واخد كل الجوانب، فريق الاعداد يكون جيد، هو ذات نفسه لازم يكون كاريزما وشخصيه، بيتكلم بهدوء. ما ينفعش اطلع انفعل واتنرفز على الهوا اكني بوجه الناس وبعلمهم الادب، حتى لو انا يا سيدي مش عاجبني الكلام او عاجبني كلامك. الاسلوب ده يا جماعه مش اسلوب اعلامي بالمره. كمية التداول والإنكار اللي بتحصل من بعض الإعلاميين بتصيب الناس بالإحباط أكتر، ولذلك الناس بقت بتتفرج على اليوتيوب، بتتفرج على الانستجرام، بتتفرج على الفيسبوك اللي اللجان فيها متفوقة جدا عن الإعلام المصري. ولما بيحاولوا ان هم يحطوا مقاطع فيديوهاتهم على اليوتيوب علشان ان هم يوصلوا بقى للشريحه اللي بتتفرج على السوشيال ميديا وما بتتفرجش على التلفزيون، مفيش مشاهدات، محدش بيتفرج عليهم، الناس جضت منهم خلاص. وتاني نرجع نقول ده ليه علاقه بالوطنيه ولا بحب الوطن. لو انت بتحب الوطن فعلا لازم تقف تقول والله يا جماعه في خطأ ولازم تصحيحه بالشكل العلمي الفلاني. لكن فكره انكار الموضوع ده مش صح يا جماعه. بس فانا وجهت رسالتي للجميع، اتمنى الخير لبلدي واتمنى الخير لمصر، واتمنى الوضع ده يتغير لان حوادث الطرق بقت كبيره جدا. اتمنى يكون في تدخل من رئيس الوزراء على مستوى رئاسه الجمهوريه، لازم يكون في رؤيه اشمل من كده. الهيئات الرقابه الاداريه، النيابه العامه، كل الهيئات الرقابيه في الدوله لازم يكون فيها تدخل داخل المؤسسات الحكوميه، لان المؤسسات الحكوميه فيها قدر من الاهمال، لان الحوادث كترت جدا يا جماعه بشكل كبير. وما ينفعش نقيس كميه الحوادث ونقول والله اصل المانيا اتقلب فيها قطر. ايه اللي بيحصل في المانيا وايه اللي بيحصل في الهند وايه اللي بيحصل في الصين؟ الحوادث موجوده وعاديه. اللي بيقيس ما بيقيسش على الناس التانية. محدش بيقول اصل المانيا حصل فيها، اصل ايطاليا حصل فيها، اصل موزمبيق حصل فيها، لان كل دول العالم بيكون فيها خلل. لكن انا اتمنى ان انا اكون خالي من العيوب وابقى راجل بيرفكت. ده الهدف اللي المفروض المؤسسات تتعامل على اساسه. اتمنى تكون الفكره وصلت، اتمنى يكون الفيديو حل موقف. لكن اتمنى المسؤولين في الدوله تقليص عدد وفايا الطرق ووفايا النقل. أرجوكم، الموضوع بقى خطر جدا، زيادة جدا. كلنا كل يوم بنتعرض للخطر ده بشكل أو بآخر بسبب الإهمال وتعليمات السلامة وتعليمات الجودة اللي احنا بنتعامل معاها. لو يا عم كبر دماغك، ما هي ماشية. ولما تحصل المصيبة نقعد ندور على مين المسؤول. معاك كريم إبراهيم، السلام عليكم.